يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد عبر النبطية دوت اورg. شهر قطع من اجمل الشهور بالسنة والاحب على قلبي واكيد على قلبكم. شهر مليان حب، نتعذب فيه شوي بلا اكل، ما بيأثر بس ما بيمرق مثله. واكيد قبل ما نبلش بالحلقة بدي اقول لكم ينعاد عليكم وان شاء الله كل سنة وانتم بخير. نصائح اخصائية التغذية ملك الشيخ علي ما حتخلص، وبالعيد كمان في نصيحة لحتى تضلكم منتبهين على صحتكم. يعطيك العافية وينعاد عليك كمان. وعليك يا رب بالصحة والعافية، وشوفك عروس إن شاء الله العيد الجاي. العيد وما أدراك ما العيد. ليكي هلا أنا عادة بكل عيد دايما بقول إنه الواحد هذا الشيء أنت كثير رح تحبيه، إنه إنه العيد عيدوا انبسطوا، ما تهملوا، لا تقعدوا لي تحسبوا لي كم سعرة حرارية أكلتوا، ولا لا ما بدي هيدي ولا هيدي. خلص هو العيد جو فرح، افرحوا بهذا الموضوع. ان شاء الله كل يوم عيد. لا، ما هي ليك لأقول لك شغله، الفكره انه نحن اللي انتبه لحاله خلال شهر رمضان ونفذ كل التبس اللي نحن كنا قايلينها، فهون ما بيأثر اذا كان نهار العيد هو مثل بدي سميه انا تشيت داي، اوكي ماشي الحال، بيقدر الواحد ينبسط شوي، واذا هي عن جد الاكل هو بيفرح الواحد خليه مبسوط بقصه الاكل. بس ولكن انه مثل ما بتعرفوا بما اني انا دايتيشن لازم انا اعطيكم نصائح بهذا الموضوع كمان، لانه مو بس السعرات الحراريه رح تلعب دور، نحن من بعد العيد كثير الاشخاص ببلش يعاني من اوجاع معده، فنحن بدنا نحكي هلا اكثر عن اوجاع المعده من قصه الكالوريز. اتفقنا؟ اوكي. بداية خلينا نبلش انه بالترويقة، لانه هي اول شيء دائما الواحد بيكون فايق ومبسوط انه في ترويقة، لكن مش دغري نفتح عيوننا ونروح نتروق، لانه هذا الشيء اول شيء جسمنا منه معود انه ياكل بهيدا الوقت كثير بيلعب دور، فما في مشكلة انه شوي ندفش الفطور، يعني خلينا ناخده شوي بعيد عن الوقت اللي نحن معودين عليه قبل شهر رمضان، كرمال معدتنا شوي شوي تدريجيا تتعود انه نحن في عنا ترويقه، عنا غدا، عنا عشاء، مش مثل شهر رمضان لانه شهر كامل انت عودتيه على وقت محدد، هلا ما فيكي فجاه تاذيها مثل ما بيقولوا بوقت جديد. ثاني شيء قد ما فينا بدنا ننتبه لطريقه الاكل اللي نحن بدنا ناكل، مش انه يلا انا كنت بشهر رمضان كانه محروم الواحد، لا منه محروم، فالاكل بسرعه كثير مهم انه الواحد ياكل على مهله، الاكل ما رح يهرب والله. فكرمال هيك المضغ كثير مهم بعمليه مشكله عسر المعده او مشكله المعده واوجاع المعده، فلا الواحد يتروق بس يتروق على مهله قد ما فينا اول يوم، مع انه هيدا شوي صعبه انه نبعد عن الاكل الدسم والاكل اللي هو كثير بقلبه مقالي، نبعد قد ما فينا عن الحلويات، اوكي بناخذ حلويات بس بناخذ بطريقه مقبوله، لانه مش برجع بقول لكم ما خص كرمال الكالوريز، خاص كرمال مشاكل المعده اللي نحن ممكن يسببها من تناول هالقد سعرات حراريه بهيدا النهار، او حتى مشاكل المعده اللي ممكن تصير عنا لما ناكل هيدي الكميه اللي هي كثير دسمه بنهار واحد. فكرمال هيك قد ما فينا ان كان بدنا نبعد عن الاكل اللي هو دسم، بدنا ننتبه لكميه الاكل اللي بدنا ناكلها، وانا بفضل انه نقسم الوجبات. هلا بتقولي لا ما عندنا الغداء هو غداء العائله وما بعرف شو، لا باكل قسم بعد هيدا، جربوا قد ما فيكم قسموا وجبات الاكل، كلوا كميه قليله على الغداء، خاصه الاشخاص اللي بتناول حلويات كثير، فخلينا ننتبه للوجبات الاكل اللي نحن عم نتناولها. اكيد ما رح نعمل رياضه، هي الزيارات لحالها والمشي بحد ذاتها بحركه دائمه بتخلي الشخص، وان شاء الله ما بعد العيد بنرجع للقصاص والتعب. ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. مشاهدينا الكرام، لهون بنكون وصلنا لختام هذه الحلقه. ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بايام حلوه وتكونوا مرتاحين ومبسوطين وتكون ايامنا كلها اعياد. بنشوفكم فيديوهات جديده، الى اللقاء.